لو ما سمعتش عن الكوكايين اللي لقوه في الموميا فانت ما تعرفش حاجه عن الفراعنه. سنة 92 وجد خبراء الطب الشرعي آثار للنيكوتين والكوكايين في موميا الكاهنة هينوت تاوي من الأسرة ال 11، والمفاجئ مش إنها مدمنة، كده احنا نعرف إن المصريين استخدموا الأفيون والحشيش كمسكنات والبيرة في الاحتفالات، لكن المشكلة إن التبغ والكوكايين ما بيتزرعوش هنا لكن في أمريكا الجنوبية اللي بيننا وبينها المحيط الأطلسي كله، ومحدش وصل لها من بره القارة قبل كولومبوس، أو ده اللي كنا فاكرينه. نفاجأ بعدها بآثار للنيكوتين والكوكايين في 7 مومياوات مصرية، وقبلها لقيناها في مومياوات في بيرو، بس ده طبيعي لأن الكوكايين بيتزرع هناك. بس إزاي وصل لمصر؟ النيكوتين ده مثلا موجود في نبات التبغ، لكن موجود في 23 نبات تاني بيتاكل زي الكرفس والأشواجندا، ودول كانوا معروفين للمصريين عادي، لكن الكوكايين مش موجود لا في أفريقيا ولا حتى في أوروبا. فالعلماء افترضوا إن ممكن تبقى الأشجار دي وقعت في المحيط والمية حدفتها عندنا، لكن بالاختبارات لقوا إن ده مستحيل. ده كمان لقوا حشرة اسمها خنفسة التبغ، ودي ما كانتش موجودة غير في أمريكا الجنوبية قبل ما تنتشر كآفة على السفن للعالم كله. لقينا جثتها في مقبرة الملك توت، فما بقاش في تفسير تاني غير ان المصريين بشكل ما قدروا يعبروا الاطلسي ويتاجروا مع امريكا القديمه، وده مش غريب لانهم وثقوا رحلات بحريه لبلاد بونت في عهد حتشبسوت على جداريات بتظهر سفن ضخمه شايله رجاله وبضايع وحيوانات. والتفسير التاني المتحفظ ان النيكوتين والتبغ دول ممكن يبقوا تلوث من الباحثين او تحلل لمواد عضويه ادت بشكل ما لنفس النتيجه. لغز الكوكايين بيثبت ان مع كل اكتشاف جديد بنعرف ان الحضاره المصريه كانت اجرأ واعقد مما تخيلنا، واللي عرفناه ما هو الا جزء صغير من الحقيقه. انا احمد صالح بفكك التاريخ الشعبي وارجع الحكايات لاصلها.